بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصينية دي من الصعيد رأسا، يعني أكلة صعيدي النهاردة من عند حبايبنا الصعايدة الجمال. إيه رأيكم بقى في أكلة الويكا النهاردة؟ تعالوا نعملها مع بعض على شوربة فراخ كده ونشوف هنعمل إيه مع البامية الجميلة بتاعتنا دي. اولا هننقي باميه الويكا، موجوده طبعا عند الخضري، بيبقى فارز الصغيره لوحدها والكبيره لوحدها. احنا هنجيب الكميه اللي احنا عايزينها، اللي انت عايزاها من الخضري، نص كيلو كيلو على حسب كميتك اللي انت بتعمليها. ونبتدي نغسل الباميه كويس وننضفها زي ما انت شايفه كده. هنقمع الباميه كده ونشيل الزوائد اللي في الجناب ديت كويس كلها. هتشيلي معايا الزوايد دي واحده واحده كده، عشان هتاخدي مني النهارده طبق ويكا حكايه ما حصلش. يعني بجد بامانه هتعمليها جنب اي اكل. خلاص، هنخلص ونشوف هنعمل ايه. خلصت كده تقميع الباميه، هنبتدي بقى نقطعها دواير كده صغيره، دواير كلها كده. والباميايه اللي تلاقيها من جوه ناشفه او حاجه زي اللي طلعت معايا دي بتتخلصي منها خالص. بقطع الباميه دواير وابتدي استعد واحط الشوربه تغلي على النار. شوربه لحمه، شوربه فراخ، اي شوربه متوفره عندك بتستخدميها في الويكا. خلاص، الشوربه عندي هنا غليت وزي القمر. بنزل بقى بمعلقه صغيره من التوم، وبنزل بمعلقه صغيره من هريسه الشطه. دي ما بتبقاش يعني بتتقطع من عندي من الفريزر. هريسه الشطه دي اساسيه في معظم الاكلات. الشوربه بتغلي بسقط فيها الباميه اللي انا مقطعاها. خلي بالك الباميه هنا ما بتاخدش سوا خالص، يعني حوالي ربع ساعه وخلاص بتستوي. خلي بالك عشان ما تتهريش منك والوصفه تطلع معجنه. خلاص، حلو الكلام. بسيبها على النار، اي ريم بيطلع على الوش بشيله، بتخلص منه وبتابعها لحد اما توصل للمرحله دي. طلعي كده الباميه، اول ما تتقطع معاكي بالشوكه كده يبقى هي خلاص كده استوت. حلو الكلام. بحضر بقى هنا الهاند بلندر او الخلاط، ببتدي اضربها ضربات متقطعه كده عشان ما تتعصرش معايا، تبقى عباره عن قطع صغيره. يعني تضربي وتقفي، تضربي وتقفي، هتطلع معاكي مظبوطه. هو في اداه كده الجماعه الصعايده بيستخدموها، خشب كده، اسمها المفركه. فانا دي مش عندي الحقيقه. بتبقى افضل، بس يعني بديل بنستخدم الخلاط او الهاند بلندر عن الاداه دي. خلاص كده انا عملت الباميه بالهاند بلندر، وببتدي بقى احضر بقى ايه الروايح القمر بقى، الطشه الجميله بتاعتنا. 3 معالق كبار سمنه وكزبره وتوم. وانزلي بقى حمري التومه ديت تبقى لونها فاتح وجميل كده، وانزلي على الباميه بقى بيها، وشمي بقى الروايح الجميله. اكله جميله في الصيف وفي منتهى الجمال، هتعمليها جنب اي اكل. ظبطنا بقى الدنيا هنا، وعملنا بقى القوطه المخلله الجميله بتاعتنا، وعملت رز حبه وحبه، وحمرت بقى الفرخه الجميله الزغنطوطه بتاعتنا. واكله بقى النهارده صعيدي، ايه يعني حاجه بقى ايه جميله. ايه رايكم بقى في الحلاوه دي؟ ادوني بقى لايكات كتير وشير كتير النهارده لبيت ماما بطه عشان الكل يستفيد، وتحياتي ليكم.